مساء الخير. الفيديو ده مهم جدا لأن هقول لكم فيه إيه اللي بيحصل في القطاع الآن وإيه المتوقع حدوثه أيضا، وهقول لكم كمان على تفاصيل مهمة جدا مش هتتذاع في أي من وسائل الإعلام. ويلا بينا نبدأ. أخيرا يا سادة يا أفاضل، بفضل الله وبفضل مصر الهدنة بدأت رسميا خلاص في القطاع. بس يا ترى إيه تفاصيل البنود الموقع عليها في الاتفاق وإيه اللي هيحصل خلال الساعات القادمة؟ خليني أشرح لكم باختصار عشان تبقوا فاهمين كل حاجة وكل التفاصيل بشكل مبسط وسلس. أول حاجة النهاردة حصلت خلاص، وهي دخول الهدنة حيز التنفيذ بداية من الساعة 12 الظهر، وبعدين الساعة 4 العصر المفروض حكومة الاحتلال تصادق على الاتفاق في الكنيست، وبعدين يعلنوا خريطة الانسحاب لحدود المرحلة الأولى وينزلوا قوائم بأسماء الأسرى اللي هيتم الإفراج عنهم، وبعدين بالليل يبدأ الانسحاب الميداني لحدود المنطقة اللي حددها ترامب في الخطة، وهيفضل الانسحاب مستمر خلال بكرة السبت، وإن شاء الله غدا السبت 11 أكتوبر هتبدأ المقاومة الفلسطينية في إعداد الأسرى الإسرائيليين الأحياء ومعهم جثامين الأسرى القتلى لتسليمهم لجيش الاحتلال. المفروض حسب كلام ترامب إنه يجي مصر يوم الأحد علشان يوقع الاتفاقية ويعلن بنفسه إنهاء الحرب، وغالبا كمان هيروح إسرائيل ويلقي خطبة في الكنيست، وبعدها مباشرة وبداية من يوم الاثنين هيبدأ تسليم الأسرى من الطرفين تحت إشراف مصر وقطر وتركيا، وبعد ذلك هتنسحب إسرائيل من المعابر وتبدأ بالسماح بدخول 400 شاحنة مساعدات يوميا، والرقم ده هيرتفع وهيتضاعف بعد كده. لحد كده الحرب انتهت بنسبة 90% أو أسبابها انتهت بنسبة 90%. بعدها بقى نبدأ ندخل في مفاوضات المرحلة الثانية المحورية اللي هي هتكون فيها لحظات مصيرية تتعلق بمستقبل المقاومة ووجود حماس في القطاع. طب ازاي ده هيحصل؟ ازاي دي بقى؟ ركزوا معايا جدا من فضلكم. وفقا لتقرير من موقع أكسيوس واللي ذكر ان اتفاق ترامب لمستقبل قطاع غزة مكون من 20 بند بيشمل جواه وفي صورته الأولية خطط لإعادة الإعمار وإطلاق سراح الرهائن ونزع السلاح من حماس، لكن وفقا لرويترز فالمقاومة رفضت بند التخلي عن السلاح برغم ضغوط من بعض دول الخليج. وعلى فكرة مصر بالفعل دعمت موقف حماس وتم تجميد البند ده من الاتفاقية، ومش هيسلموا سلاحهم دلوقتي بشرط انه يتم تسليم السلاح فيما بعد للسلطة الفلسطينية اللي هتكون مسؤولة عن إدارة شؤون القطاع. طيب حد من حضراتكم هيسألني المفروض مين اللي هيدير القطاع؟ الإجابة يا صديقي إنه حسب خطة ترامب برضه فالمفروض يكون في حاجة اسمها مجلس السلام، والمجلس ده بيتكون من مجموعة من المشرفين من عدة دول عربية وبيرأسها ترامب بشكل شرفي، والإدارة الفعلية هتكون لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. طبعا الراجل ده سمعته حرفيا بشعة من أيام حرب العراق، لكن برضو المقاومة رافضة الكلام ده تماما وبتقول إنها لن تتخلى عن حكم غزة إلا لحكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها السلطة الفلسطينية وتدعمها الدول العربية والإسلامية. وبرضو مصر دعمت الموقف ده جدا، وهو ده اللي بيتم التفاوض عليه حاليا وبنسبة 99% هو اللي هيحصل. طب يعني إيه الخلاصة؟ والكلام اللي من الآخر عشان ما حدش يتوه مني، الخلاصة يا صديقي إن اللي بيتنفذ دلوقتي هو الرؤية المصرية لاتفاق وقف الحرب اللي فيها حكم القطاع يبقى بحكومة مستقلة أو تكنوقراط من الفلسطينيين والعرب فقط، ويكون في تمهيد لبدء إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكن طبعا حكومة الاحتلال مش عاجبهم الكلام ده، وعشان كده المرحلة الثانية هتكون مرحلة حرجة لأنها تتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي كله، لأن نتنياهو أصبح ظاهر أمام شعبه بصورة المهزوم، لأنه ما قدرش يقضي على المقاومة ولا قدر يرجع الأسرى إلا بالمفاوضات، وما قدرش ينفذ خطة التهجير لمصر برغم كل تصريحاته العنترية والدمار اللي أحدثه في صورة إسرائيل أمام العالم. وعشان كده لازم هيحاول يعمل أي حاجة تانية يضمن بيها استمرار الحرب في مكان تاني عشان يفضل مستمر في الحكم، لأن لو سقط هيتحاكم وغالبا مش هيشوف النور تاني. وغالبا ايضا اللي هيعمله نتنياهو الفتره القادمه هيكون متعلق بحرب جديده هيبداها مع ايران، وده اللي معظم الدلائل والقراءات العسكريه بتشير لاحتمال حدوثه قريبا، لان الامور لن تهدأ بسهوله في منطقه الشرق الاوسط للاسف. لكن في النهايه مبروك لمصر على دورها الرائد الكبير، ومبروك لاخواتنا الفلسطينيين انتهاء الحرب اخيرا، وربنا يفك عنهم ويخفف احزانهم وكربهم ويخلصهم من حركه حماس النكسه. أما بالنسبة لشعب فلسطين فالقاهرة تقول لكم شرفتونا بصمتكم وتضحياتكم بكل غال ونفيس، وأنتم شرف الأمة العربية كلها. ربنا يحفظكم ويجعلها آخر المآسي والأحزان، وتكون دي بداية الحل عادل لقضيتكم الأنبل على وجه الأرض. لو وصلت لهنا ما تنساش الشير للفيديو عشان التفاصيل توصل للجميع. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وللحديث دايما بقية إن شاء الله. تحيا مصر.